والحلوه خوخه من بعد دوخه مشيت علشان المستحقات. لو انت مش عارف ايه اللي حصل وانا متضايق كده ليه، فخليني اقول لك. بعد مباراة أقل شيء يتقال عليها إنها رديئة مشت بدعاء الوالدين أمام إنبي وخطفنا سرقنا التعادل قدامهم، الكلام اللي كان على أرضنا. فكان واضح في المباراة إن ده مش الإسماعيلي، مش دي اللعيبة اللي حتى وهي في أسوأ أحوالها لما كنا بنموت في انتقادها كانت يعني مثلا مقدمة أداء متوسط، عشان تاني يوم نفاجأ بإن في أخبار في الإعلام بتقول إن ما جاش في التمرين إلا 9 لعيبة تقريبا أو أقل. إحنا وكابتن كنا متفقين على حاجة اللي إحنا امبارح كله يعني مثلا اللعيبة ما تروحش، عايزين ناخد موقف. عشان تالت يوم، اليوم اللي كانت الجماهير وانا كواحد من الجماهير كنا بنستعد علشان نحشد ورا اللعيبه دي، احنا لسه واثقين فيكم، احنا لسه شايفينكم تقدروا تاخدوا مركز، واحنا لسه شايفينكم بالرغم من كل الضغوطات ان انتوا ابطال وان انتوا تقدروا ترجعونا لمركز افريقي. فبعيدا عن ان التمرين اتقفل وما عرفناش نخش، لو انت غاوي النظريات الاوكشيه اكيد هتربط الكلام ده ببعضه وهتقول ان حصل في ماتش انبي يدل على كده، بس انا بتكلم في حاجه اعلى من كده. الفيديو اللي قدامك ده اتعمل زيه بالظبط في نص الدور الاولاني بعد مباراه بتروجيت والهزيمه على طول. لو تفتكر ساعتها الكلام عن الموضوع بتاع خناقه ميدو وحسني عبد ربه وكان بادئ من المدرجات برضه. بس ثواني كده، هو مصر اساسا كلها فيها مدرجات بجماهير؟ هنيجي كل حاجه في وقتها. المهم الملخص بتاع الحكايه، اللعيبه فجاه تمردت، فجاه ما نزلوش التمرين، والاسماعيلي فجاه لقى نفسه اتشلح. وانا كمشجع اسماعيلاوي المفروض ان انا بعد ما بدات انسى صدمه اللي حصل ما بين ميدو وحسني عبد ربه عمال اخد في وشي من ساعه مباراه انبي كان انا دمي حلال يعني، فتحرقه في اي وقت انت عايزه يا نجم، مع ان النجوميه لله وحرق الدم الناس لله برضه. كمشجع انت بتسمع اسباب للي حصل ده. اول سبب، اللعيبه ما خدتش مستحقاتها. يعني انت لو عليك فلوس مثلا ولا متداين ولا عليك خلاطين في البيت اكيد مش هتعرف تسددهم، هتتحبس. هو بعيدا عن ان مستحقاتها دي المفروض انها اعلى من 1000 جنيه مثلا، الا ان هل اللعيبه دي مش اقل واحد فيها واخد 50% من مستحقاته؟ الا ان اللعيبه دي كمان مش هي اللي طلعت على التلفزيون من كام اسبوع وقالت ان الدنيا تمام والفريق متماسك ومترابط؟ الا ان النسب اللي بتاخدها اللعيبه دي مثلا مش فارقه الفرق الشاسع اللي عن النسب الموجوده في الدوري كلها، ان ما كانت هي النسب اللي في اغلب فرق الدوري من اسكندريه لاسوان. يعني هل مثلا اللعيبه اللي في انديه مصر من اسكندريه لاسوان بياخدوا من 70% وانت طالع وانت واخد 20% مثلا ومش لاقي تاكل؟ ايه يا عم، الدنيا كلها فلوس، معلش لا مؤاخذه انا ما العبش ويبقى ليا فلوس كمان عند النادي، وبعد ما اجيب اجوان الجمهور يشتمني. الجمهور يشتمك؟ انا الجمهور يا كابتن، الجمهور اللي كان بيدعمك وعامل لك كرنفال في اغلب التدريبات اللي فاتت قبل المباريات، ولا الجمهور اللي بيدفع من جيبه وبيخش قبل المباريات بوقت طويل جدا يقعد يحضر لك في دخله تحمسك حتى وهو مش موجود في المدرجات؟ ها كلمة. ولا الجمهور اللي بيطلع على العمارة اللي لازم يعزق في صوته علشان يوصل لك صوته منها عشان يفضل يشجعك طول المباراة، وكل ده عشان يحميك من حاجة واحدة انت عارفها كويس، يحميك من الناس اللي بتقف في المقصورة اللي من الاخر متوجهة، الناس اللي واقفة في المقصورة اللي انت ما كانش عندك اي مشاكل معاهم لما كانوا بيقولوا لك مروان يا دولي، اسلام جمال يا ابن البلد. والله كانش عندك مشاكل معاهم خالص دول. دول كانوا داخلين شرعي ساعتها، دول كانوا الجمهور الحقيقي للاسماعيلي ساعتها، ولما بيستك عليه بقوا فجأة بينتموا لينا وبقوا فجأة هم اللي بيحركوا كل جماهير الاسماعيلي، وبقى فجأة الناس اللي جاية من اخر الدنيا علشان تقف فوق عمارة علشان تقعد تعلي في صوتها طول الليل عشان يوصل لك ملهمش اي احترام عندك وما يسووش 3 تعريفه، لان اللي قاعد في المقصوره ده الجمهور الحقيقي، دول الناس الشرعيين. لا فعلا صدق، الجمهور بيشتمك وانت ما خدتش مستحقاتك والجمهور عمره ما دعمكش. جدير بالذكر يا ابو الكباتن ان اقصى رساله وجهها لك الجمهور انه لا شتمك بامك ولا شتمك بابوك ولا شتمك باي حاجه، قال لك جمله خذلتونا، اللي اكيد لو انت مكمل تعليمك عارف انها باللغه العربيه مش شتيمه قبيحه يعني، وساب لك ادوات التشجيع بتاعته وقلب البنرات في دليل على انه كان متضايق وكان مخنوق. ده كان اخر الخنقه بتاعته. طبعا شتيمه اي لعيب مش مبرره وعمرها ما هتكون مبرره في قاموسي، بس خلينا نرجع بالزمن شويه لورا. كان في لعيبه بتتشتم في وسط الماتش وفي الاخر بتروح تحيي الجمهور، كان في لعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، لا كان في لعيبه ما بتعرفش هي هتعيش اساسا لغايه اخر الموسم ولا لا وكانت بتلعب عشان الجمهور، كان في لعيبه بتجيلنا من الاهلي ذات نفسه عشان يقولوا ان دول جمهور حقيقي بيحب لعيبته وبيدعمهم وبيحب الكرة نفسها، مش متوجهين من اي حد. وكان في لعيبه من الزمالك بييجوا يتعلقوا بالجمهور ده وبيقولوا ان عمرهم ما كانوا هيرجعوا تاني لمستواهم الا لو كان في جمهور بالشكل ده بيدعمهم ولا كانهم مولودين معاه. فهو ده الجمهور اللي بيشتمك خذلتونا ويسيب لك الحاجات على المدرجات، ولا قصدك يا دولي يا ابن البلد؟ والله تالت حاجه وصلتني كمشجع، ودي شفتها في برنامج حازم امام بعد ما كل الاله الاعلاميه اللي المفروض موجوده رسميه مع النادي الاسماعيلي ما سمعتنيش اي حاجه وسابتني متخبط. احنا يا جماعه مش متضايقين منكم، احنا مش عايزين نحط عليكم حاجه، احنا بس بنثبت موقفنا وهنرجع نلعب تاني، احنا بس بنكلم الاداره ما بنكلمكوش انتوا، هنرجع على طول بجد والنبي. هات امك.
بتثبت موقفك عزيزي الكابتن اللي فيه جماهير كتيره كانت حايشه لسانها عنك وكانت حايشه انتقاداتها عنك علشان نفسها ان انت تعمل حاجه في حياتك قبل ما تعمل حاجه للاسماعيلي. مش معنى ان انا كمشجع عندي مشكله مع الاداره ووقفت قدامها قبل كده كذا مره وشيلتها كام مشكله قبل كده ان انت اي مشكله ليك مع الاداره اي تبعات تعملها انت تبقى مغفوره مسبقا. صديق الشاب قبل ما تكون لاعب، احنا برضو بني ادمين بنفكر وبنشوف، احنا مش قاعدين هنا في الكفر ولا في الغيط ولا احنا جايين من ورا الجاموسه، مع احترامي لكل الجواميس اللي في البلد، احنا شايفين ايه اللي بيحصل. فمش معنى ان انا عندي مشاكل مع الاداره ان انا مش مقتنع بقراراتها، ان انا شايف انها جابت لنا حاجات كتيره وحشه، ان انت هتسيب لي التمرين وتمشي وتجيبني زي اي واحده انت شايطها وشكلك ما عجبهاش مثلا، فاقول لك اتفضل يا حبيبي اتفضل وتعالى وقت ما انت عايز. والنويه ديز لا ما تجيش وقت ما انت عايز. وبالكلام عن المشاكل مع الاداره، فالجزء الثاني من الفيديو ده اللي كان موجود في الفيديو اللي فات وما تصلحش لغايه دلوقتي، الاداره من ايام مشكله ميدو حسني عبد ربه لغايه دلوقتي، وحضراتكم بتقولوا احنا هنقنن دخول الناس ومش هنسيب اي حد يخش المقصوره سواء جوه او بره ارضنا ويقول اللي هو عايزه ويعمل قلاقل ما بيننا وبين اللعيبه. طب القلاقل دي ايه الاخبار؟ يعني هل اتمنعت ولا اللي عايز يتلكك بحاجه ويمشي من النادي لسه بيتلكك بيها وبيمشي من النادي؟ طب هل انت مش قادر تمنعهم ولا انت لا مؤاخذه في الكلمه موالس معاهم؟ ولا هل حضرتك مستفيد بوجود القلاقل دي جوه علشان وقت ما تحتاجها توجهها في الحته اللي انت عايزها؟ ان كنت ضعيف ومش قادر تمنعهم فدي جريمه، وان كنت عارف بوجودهم ومستعين بوجودهم فالجريمه اوسخ. فهيرد عليا حد في الكومنتس بالرد المعتاد اللي بسمعه من بدايه الموسم، على فكره في ناس كتيره وحشه بس العميد محمد ابو السعود راجل طيب. اعمل ايه بالطيب؟ انا بقولكش روح سب لهم وقول لهم انتوا مين يا ابني، انت ايه اللي جابك هنا، هو احنا متعاقدين معاك اساسا؟ بس في نفس الوقت ما بقولكش تبقى ضعيف، ما بقولكش تبقى عديم القرارات. فقرارك بالعقوبات اللي توقعت على اللعيبه اللي اغلبهم اساسا وصل للماكسيمم بتاع العقوبات اللي ممكن تتوقع عليه من عقده، لو رجع زي ما هو متوقع يبقى هيقعدوا يخبطوا فيك طول حياتهم. ولو عايز تقضي الكام شهر اللي متبقي لك في النادي ده بشكل محترم، حاول لأول مرة تتقمص شخصية واحد عنده على الأقل قرارات قوية لو شخصيته مش قوية. والرسالة الأخيرة مني أنا كمشجع الإسماعيلي مملكش إلا رأيي ومش مسؤول عن رأي أي حد تاني. مهما كان السبب في اللي حصل فالبارم لاين بتاعه ان انت بعتني. ولك ان تتخيل بالرغم من كل الكوارث اللي احنا شفناها زمان دي، احنا النادي الاسماعيلي عمره ما اتباع بالشكل ده. تصدق كانت تحصل من لعيب، كانت تحصل من 2، كانت تحصل من 3، بس كباتن الفرقه اللي كانوا ساعتها كباتن فعلا، اللي كانوا واثقين ان وراهم شعب فعلا لان قراراتهم كانت بتبقى صح وفي مصلحه الجمهور فعلا، كان هم اول واحد بيسلموا اللي بيتمرد ده. وكان اللي بيتمرد ده بيطلع من الباب الضيق وحياته بتنتهي غالبا بعد ما بيروح لنادي من انديه القمه يتركن على الدكه وما يشوفش النور تاني. فمعلش يعني انا ما وصلتش لمرحله التدين العاليه دي ان انت هتبيعني مره واثنين وثلاثه وانا مش هبيعك. ولو شايفني راجل ماشي بالعاطفه قوي ومنفض للاحترافيه، فخليني اقول لك برده من قواعد الاحترافيه ان اللي عايز استقيل من شغل بيسيب قبلها باسبوع او اسبوعين نوتس، بيقول لهم يا جماعه انا همشي علشان ما اديتونيش فلوس. اسال اي حد من قرايبك شغال في القطاع الخاص اللي بتاخد معاهم سيلفيات 24 ساعه في اليوم، دول لما بيبقوا متضايقين وعايزين يسيبوا الشغل بيسيبوه بعد فتره هم اساسا مش طايقين يشتغلوا فيها، بس من الاحترام والاحترافيه ان هم يقضوها لانهم ادوا النوتس بتاعهم من بدري عشان الراجل ده يشوف بديل، ولا بياخد شنطته وبياخد بعضه ويمشي ويجري. لا انا طلعت بعجوبه كده، خدت عربيتي ومشيت. ولو شايف ان لا المشاعر منطقيه ولا قواعد الاحترافيه منطقيه فخلينا في النتائج. مش معنى ان احنا في موسم اغلب فرق العالم مش بس فرق مصر تعرضت لتعثرات فيه والمنافسه اشتعلت بسبب ان في ناس كانت بتخلص الموسم وهي خسرانه ماتش او ماتشين بالكتير قوي بقوا بيخسروا 5، ان انت جبت الديب من ديله او ان انت اللي مستواك بقى التوب. افتح يا عم المثقف الدوري الانجليزي وشوف اللي حصل للبطل تشيلسي، وافتح يا عم المثقف اكتر الدوري الاسباني وشوف كام نقطه خسرها برشلونه في اسبوع واحد بس، وتعالى لي تاني في الدوري المصري وشوف كل الفرق اللي حواليك ادائها عامل ازاي وجمهورها مبسوط من النقط اللي بتضيع منها ولا لا. مش هنضحك على بعض، انت لاعب 27 ماتش كسبان 13 وخسران 8، يعني خسران اكتر من 50%، يلي اقل واحد فيكم واخد من عقده 50%. زي ما حصل في فيديو احمد حسام ميدو، الفيديو ده اثبات موقف واثبات ان انا متضايق من اللي حصل ده كمشجع من مشجعين الاسماعيلي، واثبات ان لو اللعيبه دي رجعت ولعبنا تاني المباراه وكأن مفيش اي حاجه حصلت والكلام بتاع فض المجالس اللي بيحصل في مصر عموما ده، تفهم ساعتها ليه انا متضايق وانا بتكلم او مش ناصف اللعيبه دي قوي بره الملعب زي جوه الملعب. حتى وهم جوه الملعب عملوا اداء محترم، من الصغير فيكم اللي لسه متصعد واحنا كنا بابه للنجوميه لحد الكبير فيكم اللي كانت حياته الاحترافيه تقريبا انتهت ورجع تاني من خلالنا بوابة نفس النجومية. كلكم عارفين المثل اللي بيقول يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا
ولا ضحكني وضحك الناس عليا. وقت لعبكم انتم كلعيبه تمردت في الملعب، ووقت ادارتكم انتم كاداره كانت ضعيفه الشخصيه في مجلس الاداره. اتحول الاسماعيلي من النادي اللي الناس كلها بيبصوا له بنظره حزن. ازاي الكوره دي ما تاخدش بطولات؟ ازاي اللعيبه دي مظلومه اعلاميا؟ ازاي الناس دي ما بتخشش منتخب مصر؟ وازاي الجمهور ده ما بينامش فرحان على الاقل كل 5 سنين ببطوله؟ لنادي كوميدي بعد ما فقد التعاطف، بعد ما كل واحد من جواه ضرب فيه ودور على مصلحته الشخصيه. طبعا الفيديو ده مش حلقه وملوش سكريبت، انا بس بقول رايي من الاول للاخر. شكرا لكل واحد بيسمعني وبيقدر رايي، وشكرا لكل واحد من جمهور الاسماعيلي مش مستعد يبيع ناديه اكتر من كده، ومش مستعد يسيب اي حد يلطش فيه اكتر من كده. ولو انت ما بداتش بالموضوعيه والاحترافيه ما تستناهاش مني. ولو انا كنت محترم معاك في اخفاقاتك قبل كده فده عشان انا متربي، مش علشان انت اللي اخفاقاتك وسقطاتك ما تستاهلش. ربنا باذن الله جمعنا وهيفضل ليوم الدين يجمعنا على حب الاسماعيلي بس، مهما كانت الاسامي اللي فيه ومهما كانت الاسامي اللي بتحكمه.